إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رسول أرسله الله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وانقطاع من الزمن وقرب من الأجل ودنو من الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. اللهم ارض عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن العمين المحترمين الحمزة والعباس، وارض اللهم عن السبطين الشهيدين الحسن والحسين، وارض اللهم عن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس ورجس، وارض اللهم عن بقية القرابة والصحابة والتابعين وخصوصا منهم الأئمة الأربعة المجتهدين في الدين، وعنا ببركاتهم أجمعين يا رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان خطبتنا وهدي جمعتنا وحديثنا لهذا اليوم المبارك تكون عن فضائل وأسرار ونعمة بلوغ رمضان. فبادئ ذي بدء، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل:
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا. الخطاب موجه لكم أيها الكرام، الخطاب موجه لكم أيها الكرام بيا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالقرآن وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. ثم قال تسلية للمكلفين بهذا الفرض العظيم كما كتب على الذين من قبلكم. والعلة والمقصد من هذا الصيام هو لعلكم تتقون. وكما عرف علماؤنا التقوى بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. وفي الحديث الشريف عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، وهذه تسمى أركان الإسلام، والركن ما يقوم عليه غيره. وذكر منها وصوم رمضان، شهادة التوحيد وإثبات الرسالة لسيدنا محمد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. فذكر منها صوم رمضان، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا عليه. ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين ومردة الجان. وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الشريف أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من صام هذا الشهر العظيم إيمانا بالله وتصديقا بالله عز وجل واحتسابا للأجر بما عند الله عز وجل، غفر الله له ذنبه ما تقدم منه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان ليس صيام فقط بل قيام أيضا، فصلوات التراويح مهمة بمكان من هذا الشهر الفضيل. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا أي تصديقا وإيمانا بالله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يخفى على لبيب ما لهذا الشهر الفضيل من فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. وكان سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يصومون رمضان ثم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان بقولهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. فكانوا يستقبلونه بأفضل استقبال، فيكثرون فيه من الأعمال الصالحة ومن الطاعات ومن العبادات. وأما عن أسرار الصيام، فالسر الأول من أسرار الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي وأنا أجزي به. وهناك فرق بين الصوم والصيام. الصوم ما يدخل فيه الامتناع عن الطعام والشراب، أما الصيام فما يدخل فيه الأخلاق، فالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة والغيبة والنميمة وسائر الأخلاق التي لا يرتضيها الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة ب10 أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل تكفل بأجر الصيام. كل عمل ابن آدم له، أي معدود له الأجر
إلا الصوم فلا يعلم أجره إلا الله عز وجل، وأن الذي يجزي به هو الله تبارك وتعالى. وأما عن السر الثاني من أسرار الصيام فقوله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع. فترى الصائم في شهر رمضان أبعد ما يكون عن المعاصي، وأبعد ما يكون عن الشهوات، وأبعد ما يكون عن الغيبة والنميمة وسائر المنكرات. لماذا؟ لأنه قد ضيق على قرينه بالجوع، كما ورد في هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه بالجوع. وأما عن السر الثالث من أسرار الصيام فقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما ورد عن سادتنا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فالصوم نصف الإيمان فالصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان، هكذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن السر الرابع من أسرار الصيام فقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، عندما يفطر المسلم يفرح بهذا الفطر لأنه قد وفقه الله عز وجل لصيام هذا اليوم المبارك من شهر رمضان. وفرحة عند لقاء ربه، إذا لقى المسلم ربه فرح بصومه. وأما عن نعمة بلوغ رمضان فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن أقدره الله عز وجل عليه، لما يأتي من حديث طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطلحة بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رأى فيما يرى النائم أن رجلين أسلما معا، رجلين دخل الإسلام معا، استشهد الأول ثم لبث الثاني بعده بسنة ثم مات. فرأى طلحة في المنام أن الذي مات بعد الشهيد أعلى درجة من الشهيد في الجنة. فلما أصبح الصباح توجه طلحة رضي الله تعالى سيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عن هذه الرؤيا. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الغداة قال: إذا رأى أحدكم رؤيا فليقصها علينا، حتى يفسرها له صلى الله عليه وسلم. فلما روى ما رأى سيدنا طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي للذي مات بعد الشهيد بسنة أوليس قد أدرك رمضان فصام كذا وصلى كذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن هي. فنعمة بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن أقدره الله عز وجل عليه. ويقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى واعظ بغداد يقول: لو قيل لأهل القبور تمنوا يوما لتمنوا يوما من رمضان. لو عرض على أهل القبور عرضا أنهم يتمنون يوما من هذه الدنيا الفانية لتمنوا يوما من رمضان يعبدون الله عز وجل فيه، لما فيه من أجور عظيمة وعطايا جزيلة. وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال: من صح له صوم رمضان في سنته، من صح له صوم رمضان فقد صحت له سنته، فقد صحت له سنته. لأن رمضان وبلوغ رمضان وإدراك رمضان نعمة عظيمة لمن يفقه ولمن يفهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وذخرنا وملاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى هي شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي خلق الله أجمعين. أما بعد، 3 أمور لا ينبغي على المسلم تركها في يوم الجمعة. الأمر الأول كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد وكل الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا عند رأسه يبلغه من أمته السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن فلان ابن فلان قد ذكرك. يا رسول الله، إن فلان بن فلان قد صلى عليك. يا رسول الله، إن فلان بن فلان قد سلم عليك. فالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي من بر الوالدين، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وفي سائر الأيام والليالي. الأمر الثاني قراءة سورة الكهف، فقراءة سورة الكهف نور للمؤمن بين جمعتيه. من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور إلى الجمعة الأخرى، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تحري ساعة الاستجابة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو قال عبد مسلم يسأل الله فيه شيئا إلا أعطاه إياه. وقد قال العلماء بأن هذه الساعة هي الساعة الأخيرة بعد العصر إلى قبيل المغرب من يوم الجمعة، فعلينا أن نتحرى ساعة الاستجابة ونسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وعندي تنبيه، وهو الاستعجال بالفطر. بعض الناس يستعجلون بالفطر في رمضان بحجة أن الشمس قد غربت، وبحجة أن قرص الشمس قد سقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا كما يرى النائم إذا ملكين يأخذان بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيأتيان به إلى جبل شهيق جدا، فيقولان للنبي صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أطيقه. فيقولان له صلى الله عليه وسلم: إنا سنسهله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات صرعى، فيقول: ما هذه الأصوات؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أصوات أهل جهنم يعذبون في النار. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيرى قوما معلقين من عراقيبهم، والعرقوب هو تحت الخد، أقواما معلقين من عراقيبهم تقطر أجداقهم دما. فيسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ يقولون: يا رسول الله، إن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يستعجلون بالفطر قبل دخول وقت أذان المغرب. فينبغي على المسلم أن لا يضيع أجره بالاستعجال بالفطر. فوزوا بالصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من عالمي جنه وإنسه، فقال عز من قائل قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وخصوصا منهم لأهل الجمعة والجماعات، جمع الله بيننا وبينهم في الجنات وفي أعلى الدرجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا شهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مدفوعا عنه الغلاء والوباء وسائر البلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين. وأقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد